السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه النهاردة. بس يا ريت يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه، ما تنسوش تفرحوني باللايك والاشتراك علشان يوصلكوا اي رواية انا بنزلها من بقى عشق بين الكبرياء او غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقة النهاردة والاحداث اللي هتحصل في حلقتنا، ويشوف ايه اللي هيحصل مع اسيا وجسر وباقي ابطال روايتنا. يلا بينا. بقول لكم ايه بقى، انا اظن ان كده يعني كفايه. والله شكرا يا ماريا على ان احنا يعني قعدنا معاكي النهارده كذا يوم، وشكرا طبعا يا ماما. يا حبيبتي انتوا ازاي هتمشوا بس؟ لا ده انا عامله حسابكم النهارده في غدا ايه، وهتاكلوا صوابعكم كده وراهم. ايوه في ايه يا اسيا؟ وفي ايه يا اسيل، انت كمان عايزه تمشي ولا ايه؟ في ايه يا جماعه؟ عايزين نقعد مع بعض شويه بقى ونقرب كده. مش كفايه يا اسيا انت ما حكيتليش اي حاجه عن حياتك؟ لسه حاكيه في ليلة فرح البت وردة، وانت يا أسيل ما حكيتليش أي حاجة عنك، وانتوا عارفين حياتي كلها. ايه بقى، عايزين نقرب كده من شوية. ماشي يا حبيبتي، نقرب من بعضنا في الجامعة أو أكلمك في الموبايل، لكن ما ينفعش نفضل قاعدين معاكوا أكتر من كده. يا حبيبتي يا حبيبتي احنا قاعدين اهو، وبعدين مفيش آدم ولا معانا أي رجالة في البيت. لا والله يا طنط ما ده قصدي. طنط ايه بقى، أنا كده هزعل منك يا آسيا. لا أنا بس يعني مش هينفع افضل هنا كتير. يا ماشي حبيبتي، خلاص براحتك، اللي انت عايزاه اعمليه، بس ما تنسيش اول ما تخلص الشهر تيجي تبقى جنبنا. طبعا يا ماما، اكيد هكون جنبك هنا في نفس العمارة. ماشي يا حبيبتي انت. ماشي. امم طيب، ما تقعدي معايا انت يا اسيل؟ لا انا برضو لازم امشي علشان بابا ما يقلقش عليا، ده اذا اصلا مهتم. طيب يا حبيبتي، ماما انا هل اغير بسرعة وهمشي معاهم؟ اوكي. اوكي يا حبيبتي، يلا روحي وراهم. ماشي. وفعلا غيروا ومشيوا مع بعض. امم بقول لكم يا بنات، ما تيجي كده نخرج شوية؟ على فكرة انا مستأذنة ماما اللي احنا نخرج، ومعايا فلوس كتير. نخرج؟ ايوه نخرج. ماشي انا موافقة، انا برضو بابي مديني فلوس كتير. ماشي يا بنات، يلا. ماريا صوتت بصوت عالي جدا وهي بتتنطط وهي بتقول ايوه بقى يلا بينا. وفضلوا ان هما يتمشوا شوية، لكن لسوء حظهم الجميل لقوا ان في من الناس اللي هي بتكون معاهم قرد او حيوان لطيف، وبيكونوا مدربينه على الحركات، وبيقعدوا يعملوا حركات كده في الشارع والناس تتلم وتديهم فلوس. كان في شخص بيعمل الحركات دي وكان معاه قرد كان كيوت جدا وجميل. هنا ماريا راحت قالت تعالوا اوقفوا كده، بصوا القرد ده، واو ده جميل قوي. مم. كانوا بيسقفوا وهم مبسوطين لحد ما في بنت كانت جنب ماريا. لما جت ماريا ركزت البنت اللي جنبها دي، اكتشفت ان البنت دي هي البنت الصفرة الرخمة المستفزة. كانت بتسقف وزقت ماريا. ماريا حب بصت لها بغش شديد، اما عنها هي فوقفت ناحية تانية. ماريا فضلت ان هي تحاول تقرب منها لحد ما فعلا عرفت تقرب منها، وراحت خبطتها في وسطها. هنا هي راحت وقعت في الارض. هنا هي راحت بصت لها وبتقول بزعل ممثل يعني، بزعل تمثيلي، وهي بتقول ايه ده؟ اوف معلش يا قلبي، ما كنتش اعرف انك وقعتي، مش تاخدي بالك برضو؟ هنا هي وصلت لها بغير شديد جدا. معلش يا قلبي. ولسه ومسكت ايديها علشان تقومها وكده، وهي مسكت ايديها، لكن اول ما مسكت ايديها سابت ايديها تاني فراحت وقعت في الارض تاني. ماريا ابتسمت لها وقالت لها يلا بقى مع السلامة يا موز، تعيشي وتاخدي غيرها. اوف انا هوريكي. بقول لكم يا بنات انا مش قادره بجد، تعبت قوي. ماشي يا حبيبتي، يلا نروح على العماره بتاعتي. اوكي تمام يلا. وفعلا راحوا لحد العماره. امم يلا انا هطلع انا بقى. لا هنطلع معاكي.
يا بنات يعني لا نطلع بس معاكي كده، يلا. ماشي يلا. وفعلا طلعت آسيا وأسيل وماريا ودخلوا الشقة. يا لهوي، الشقة لسه وسخة، لسه هنضفها. طيب نأجل العزومة بقى بتاعتكوا دي. معلش والله، أنا في مرة هكلمك وأقولك تيجي عندي، بس بصي زي ما انت شايفة كده الشقة وسخة. بصي هنروحها مع بعض، ايه رأيك؟ لا طبعا ما يصحش يا بنت، ده احنا بقينا عشرة عمر. عشرة عمر، يلا بقى. وفعلا روقوا مع بعض. يلا بقى يا بنات، عايزين نكنس كده ونروق الدنيا. اقسم بالله يا مريم انت مسخرة. ماشي يا ستي، انا فاكرة انا عارفة بقى. وهما بينضفوا مريم راحت وشغلت اغاني وبدأت ان هي ترقص وهي بتنضف وكده. الكل يا بنات كانوا بيبصوا لها باستغراب، لانهم ما يعرفوش حاجة عن الحاجات دي، لان كل واحد وليه حياته بقى. احنا عارفين حياة كل واحد فيهم، فمش محتاجة اقول. هنا بصوا لها باستغراب. في ايه يا بنات؟ بتبصولي كده ليه؟ اصل اللي انتي بتعمليه ده. بعمل ايه؟ هو انا بعمل حاجة غلط؟ لا مش بتعملي حاجة غلط، بس في حد بيرقص ويشغل اغاني وهو بيمسح وبيكنس وينظف. في ايه يا جماعه؟ انتوا مش من إيه؟ انتوا من ايجيبت ده ولا ايه؟ يا جماعه عادي يعني، حتى اللي من ايجيبت بيعملوها، بيبقى كيس التنظيف ليه طعم تاني. بقول لكم ايه، جربوا كده. وفعلا بدأوا ان هم يرقصوا وهم بيعملوا زي ما ماريا قالت لهم، وفعلا كان جميل جدا، وكانوا حسوهم بشعور جميل. اول مره يحسوه، اول مره يحسوه. البنات كانت بجد مستمتعه. اما عن جاسر فكان باصص لآسيا من بعيد، وهو فرحان، فرحان جدا. ممكن تكون هو فرحان اكتر منها، لان هو قد ايه حلم يشوف ضحكتها دي، ضحكتها اللي طالعه فعلا حقيقيه، الضحكه اللي مش شايله اي هم. بص مبدئيا كده يا جماعه، اسيا عمرها ما شالت اي هم. جاسر على طول معاها، جاسر بيحارب كل الناس علشان خاطر اسيا، وبمجرد ان هو بيشوف ضحكتها بينسى كل تعبه، وبينسى اي حاجة مرت عليه، واي حاجة واجهته بسببها او كانت ضده بسببها. لان احلى حاجة بالنسبة له في الحياة دي او في حياته ابتسامتها. ابتسامتها ان هي حياة. لا هي مش ابتسامتها بس اللي حياة، هي لوحدها حياة، هي اصلا حياة. آسيا شخصية جميلة تتحب قوي بالنسبة لي.